مساء الفل. في الفيديو ده عايز اتكلم على قصة امام عاشور، بس هتكلم من انجل مختلفة شوية يعني. طيب انا هجيب القصة من بدري شوية عشان الحاجات بس ريليتد ببعض. ماشي. امام عاشور ده كان لعيب في نادي الزمالك. الزمالك جايبه من غزل المحلة ب 3 مليون جنيه، وباعه بعدها ب4 سنين ونص ب 3 مليون يورو. فالارقام كبيره، يعني فرق الارقام كبير. تمام. فما فيش انتصار للاهلي قوي على الزمالك في القصه دي يعني، عشان بس الناس اللي بتقعد تحفل، الناس التافهه اللي بتقعد تتكلم في القصه دي، ما فيش اي انتصار. هو الراجل كان عايز يرجع، لما عايز يرجع من الاحتراف كان عايز يرجع على الزمالك، وطلع قال كده في قناه الاهلي يعني، وده من هبله يعني، ان هو كان عايز يرجع على الزمالك والزمالك ما كانش فيه فلوس فراح الاهلي. خلاص. فما فيش اي انتصار الاهلاويه على الزمالك في القصه دي يعني. طيب امام عاشور فنيا لعيب جامد، امام عاشور فنيا لعيب جامد قوي قوي قوي. امام عاشور من الولاد القليله قوي اللي في الجيل ده اللي ممكن يلعب مع الجيل العظيم بتاعنا يعني. هتقول لي ما يلعبش طبعا على احمد حسن ولا على حسام غالي ولا على حسني عبد ربه، هقول لك طبعا ما يلعبش. بس انا فاكر ان في 2006 مثلا كان في القايمه في اينو، وفي 2008 كان في القايمه في سمير صبري، وفي 2010 كان في القايمه في احمد شعبان. فاكيد ودول كانوا بيلعبوا كلهم في مركزه يعني، فاكيد امام يلعب على العيال دي كلها، على الكباتن دي كلها انا اسف. فنيا امام لعيب كبير قوي. خلاص. ده جزء. انا لو النادي الاهلي معروض عليا امام عاشور هجيبه. فنيا لازم يجي، مع احترامي الشديد لاي حد بيلعب في الحته دي في مصر. خلاص. طيب الاهلي كان عنده مشكله كبيره في ان الراجل ده شاتم رموز النادي الاهلي كلهم. وعنده مشكله طبعا في قصه مبادئ النادي الاهلي. بصوا يا جماعه، انا مش هقدر اعدي دي بصراحه يا جماعه. والمصحف الشريف اكبر نصبايا واكبر كذبه في تاريخ الكره المصريه هي كلمه مبادئ النادي الاهلي. انا عارف الموضوع ده قتل بحثا، بس الموضوع ده من اكتر الحاجات اللي اول لما بشوف حد بيقول كده ببقى عايز اقفل التلفزيون، من كتر ما انا بحس ان هو جاهل ايا كان مين بقى، مع احترامي للجميع يعني. مفيش حاجه اسمها مبادئ النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها احنا اتربينا على كده في النادي الاهلي. اتربيتوا على ايه؟ كل واحد يا باشا بيتربى في بيته، بدايه كلام يعني كل واحد بيتربى في بيته. خلاص. مبادئ الخطيب غير مبادئ، مع طبعا حفظ الالقاب يعني، مبادئ الخطيب غير مبادئ صالح سليم غير مبادئ حسن حمدي. وكل واحد على حسب الباك جراوند بتاعه، وكل واحد على حسب الاثكس بتاعته، وكل واحد على حسب على تربيته. ملهاش علاقه بالنادي الاهلي، ليها علاقه بان انا مثلا الخطيب حاجات هقبلها صالح سليم مش هيقبلها، حاجات صالح سليم هيقبلها الخطيب مش هيقبلها. مفيش حاجه اسمها مبادئ. مبادئ اشخاص. محمود طاهر ده عنده مبادئ، الخطيب عنده مبادئ، صالح سليم عنده مبادئ. مفيش حاجه اسمها مبادئ النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها كده. ما عندهمش دستور مثلا ماشيين عليه. ليه بقى؟ هجيب لك، هتقول لي لا اصل احنا في الاهلي مش هجيب لك 700 مثل ان مفيش مبادئ في النادي الاهلي. ما ابراهيم سعيد سافر ورجع، مش عارف مين عمل ايه، حسام حسن شتم مش عارف مين. هجيب لك 8000 حاجه ما فيهاش مبادئ. فيها ايه بقى؟ في مصلحه النادي الاهلي، مصلحه النادي الاهلي، ودي حاجه بحترمهم جدا عليها، بحترمهم جدا عليها. النادي الاهلي يعني هتقول لي مثلا النادي الاهلي فوق جميع ابنائه، هقول لك النادي الاهلي فوق جميع ابنائه. هم عندهم دي، وده سر نجاحهم، ان هم بيبقوا النادي على اي حاجه، مصلحه النادي على اي حاجه. واكبر دليل على اللي انا بقوله لكم ده هي قصه امام عاشور على فكره. يعني اكبر دليل على اللي انا بقوله لك ده هي قصه امام عاشور نفسه. ده الراجل سابب الدين وشاتم كل رموزهم من اولهم لاخرهم، بس عشان عايزينه راحوا مبررينها، عشان عايزينه راحوا مبررينها واعتمدوا في كده على ان هو على اخلاق امام. يعني ازاي يعني؟ على فكره ما عنديش مشكله ان انت تجيبه خالص، وانا لو في الزمالك كنت هجيبه، عشان بجيب لك من الاخر. لو الزمالك والحوار بالعكس كنت هقول يجيبوه. امام لعيب جامد ويجي خلاص. بس هدير الموضوع ازاي؟ يعني هدير الموضوع ازاي؟ هم اداروا الموضوع على ان امام، ان احنا بره غير جوه،
وان عندنا هيجي والمصحف. انا مش بتكلم شماتة، انا بتكلم بس عشان بجد الموضوع بيضحك، ان بره غير جوه. وهو ابني سوري هو اصلا ما اتعلمش حاجه بره، اكنه يعني كان في الشارع، ولما يجي عندي مش عارف ايه. يا جماعه هو المصحف الشريف المؤدب مؤدب في اي حته، وقليل الادب قليل الادب في اي حته، واللي متربي متربي في اي حته، واللي مش متربي مش متربي في اي حته. ومش بتكلم على امانه، انا بتكلم عامه. مفيش حاجه اسمها عويس مؤدب في 6 اكتوبر لما هيروح التجمع هيبقى ليه الادب. احنا هنهزر؟ انتوا بتشتغلوا مين يا ابني؟ انتوا بتشتغلوا مين؟ ما هي ضربت في وشكوا اهي، ضربت في وشكوا. وتاني بقول لك انا مش الغرض من الفيديو شماته، يعني من 10 سنين كنت تافه وبعد من كده، بس والله الغرض من الفيديو شماته. الغرض بقى من الفيديو ايه؟ ان والله العظيم وانا دلوقتي شغال مع اولاد صغيره وبقالي شغال في مجال الكوره ده بقى كلعب وتدريب وكل حاجه، داخل اهو في 30 سنه خلاص. وحياه ربنا الكوره بقت شخصيه، يعني شخصيه قبل امكانيات. شخصيتك عامله ازاي قبل امكانياتك. شخصيتك وثباتك النفسي والتوازن اللي في شخصيتك اهم بكتير من امكانياتك. الامكانيات طبعا حاجه مهمه وكل حاجه، بس ممكن يبقى لعيب جامد قوي. ومن على فكره الكلام ده بقى بشوفه من دلوقتي، يعني بشوف الكلام ده من دلوقتي، وانا مثلا بنلاعب ناس او الناس عندنا ببقى عارف عيوب اللي قدامي ايه، وعارف هيوصل لفين. مش على حسب، يعني ممكن يبقى عندك لعيب باين من دلوقتي ان هو اجمد لعيب في الفرقه، بس انت عارف ان هو لما يكبر هيعطل لو فضل بالشخصيه دي. يعني لو فضل بالشخصيه دي انت عارف ان هو لما يكبر هيعطل. بيبقى متدلع شويه زياده، ما عندوش ديسيبلين شويه زياده، عنده اتيتيود.